أهلا بكم. معاكم جيولوجي محمد رمزي، والنهاردة حلقتنا هتكون مختلفة عن باقي الحلقات اللي قبل كده في السلسلة. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت أو الخمس حلقات اللي فاتوا في ازاي بنستخدم برنامج الكيو جي اس في مجال الجي اس، سواء احنا ازاي بنعمل جيو ريفرنس او ان احنا ازاي بنعمل لي اوت وازاي بنعمل ديجيتايزنج للخرائط. من النهاردة هنبدأ نتكلم عن فرع تاني وهو مجال الريموت سينسينج. بس احنا لازم قبل ما نتكلم عن ازاي نستخدم تقنيات الريموت سينسينج في برنامج الكيو جي اس، لازم الاول نفهم يعني ايه ريموت سينسينج، ولازم نتكلم عن اساسيات الريموت سينسينج. اول حاجة لازم نتكلم عنها يعني ايه اصلا ريموت سينسينج. عملية الريموت سينسينج دي ببساطة او الاستشارة عن بعد هي عملية جمع وتحليل البيانات والمعلومات عن سطح الارض، زي مثلا التضاريس، التربة، الغطاء النباتي، المية، وحتى المعادن، من غير ما انت تحتاج تكون موجود في المكان نفسه. يعني ببساطة تقنية الريموت سينسينج دي تقدر تخليك من وانت قاعد على المكتب بتاعك في القاهرة تقدر تعرف منطقة في مرسى علم هل فيها معادن ولا لأ، هل حصل تغيير للرقعة الزراعية في محافظة تانية ولا لأ، هل حصل تغيير في سواحل الشواطئ ولا لأ. كل ده تقدر تعرفه من وانت قاعد على المكتب بتاعك من غير ما تتحرك وتروح المنطقة نفسها. العملية دي بتتم باستخدام أجهزة استشعار بتكون موجودة على أقمار صناعية أو حتى طيارات، وتقدر تقيس الإشعاعات المنبعثة أو المنعكسة من سطح الأرض. المبدأ الأساسي لتقنية الاستشعار عن بعد مبني على فكرة إن كل حاجة على الأرض ليها خصائص إشعاعية معينة، سواء إنها كانت نباتات أو صخور أو مية أو حتى مباني. فأول حاجة هنبدأ نسألها هي الإشعاعات دي جاية منين؟ الفكرة كلها بادئة من أول الشمس، النجم الكبير اللي الأرض بتلف حواليه. الإشعاعات دي اللي خارجة من الشمس أول ما توصل لكوكب الأرض ممكن يحصل لها أكتر من احتمال. أول احتمال إن هي أول ما بتوصل لحد الغلاف الجوي يحصل لها تشتت أو يحصل لها امتصاص من الغلاف الجوي. الاحتمال التاني إن الإشعاعات دي أول ما توصل لسطح الأرض يحصل لها انعكاس تاني من على السطح. يعني مثلا الإشعاعات أول ما توصل مثلا لسطح المية يروح حاصل لها انعكاس وتنعكس تاني. أول ما تنعكس بقى احنا عندنا مستشعر موجود في القمر الصناعي يبدأ يقيس لنا هو الإشعاعات المنعكسة دي. الاحتمال الثالث هو إن الإشعاعات أول ما تسقط على سطح الأرض يحصل لها امتصاص، يعني أول ما تسقط على المية يحصل لها امتصاص من طبقة المية دي، وطبعا طالما حصل لها امتصاص يبقى مش هتنعكس تاني ومش هتوصل لحد القمر الصناعي. يبقى بالتالي القمر الصناعي ما بيقدرش يقيس غير الإشعاعات المنعكسة من على سطح الأرض، لكن الإشعاعات اللي بتمتص دي هو ما بيقدرش يقيسها لأنها ما بتوصلوش أصلا. في احتمالية برضو تانية المستشعر في القمر الصناعي بيقدر يقيسها، وهي الإشعاعات اللي منبعثة أصلا من سطح الأرض. بعد ما فهمنا الفكرة الأساسية للاستشعار عن بعد، عايزين نعرف بقى العملية نفسها بتتم ازاي. أول حاجة لازم نبقى عارفين إن عملية الاستشعار عن بعد لازم يكون عندي حاجتين أساسيين: سنسور وبلاتفورم. السنسور ده هو اللي موجود في القمر الصناعي ويقدر يقيس لي سواء الأشعة المنعكسة أو المنبعثة من سطح الأرض. والجزء التاني اللي هو البلاتفورم ده بقى الحاجة اللي شايلة المستشعر نفسه، يعني ممكن يكون قمر صناعي، ممكن يكون طيارة، وممكن يكون درون. يعني ببساطة السنسور هو اللي بيقيس والبلاتفورم هي اللي شايلة السنسور. لو جينا بقى اتكلمنا عن كل خطوة كده بالترتيب، مبدئيا كده كل عملية استشعار عن بعد بتبدأ بمصدر للطاقة. مصدر الطاقة ده اللي هو غالبا الشمس. المصدر ده بتطلع منه إشاعات كهرومغناطيسية وتوصل لحد سطح الأرض. الإشاعات دي وهي في طريقها إنها توصل لحد سطح الأرض بتعدي من خلال الغلاف الجوي، وهنا ممكن يحصل لها تشتت أو يحصل لها امتصاص من خلال الغلاف الجوي. الجزء اللي بيوصل بقى لحد سطح الأرض ممكن يحصل لها امتصاص من سطح الأرض أو يحصل لها انعكاس من على سطح الأرض. الأشعة المنعكسة دي طبعا بتبدأ توصل لحد القمر الصناعي اللي موجود حول الأرض، بيدور في مدار حول الأرض، ويبدأ السنسور أو المستشعر اللي موجود في القمر الصناعي ده يسجل البيانات أو الإشعاعات المنعكسة من على سطح الأرض على شكل إشارات رقمية. القمر الصناعي زي ما قلنا بيبدأ إن هو يسجل البيانات دي أو الإشارات الرقمية دي على شكل صور.
الصور دي بتكون متحملة جواها جزء من الطيف الكهرومغناطيسي، يعني كل صورة جواها جزء من الالكترومagnetic سبيكترم، وبنسميها باندس، او بالعربي كده بنقول عليها البندات. بعد كده تبدأ بقى البيانات اللي اتسجلت دي انها تتبعت للمحطات الارضية، وفي خلال المحطات الارضية دي يبدأ يعمل عمليات المعالجة، ويبدأ يعمل عمليات التحليل للصور اللي جات له. ويبدأوا المختصين ان هم يحللوا البيانات او الصور اللي جات لهم دي عشان يقدروا يطبقوها على حسب ايه الاحتياج اللي هم محتاجينه. ويبدأ ينتج بقى من خلال تحليل الصور دي نتائج اللي احنا محتاجينها، سواء بقى النتيجة دي تكون خريطة جيولوجية، او ان انا مثلا اراقب التغيرات اللي حصلت لسواحل الشواطئ، او التغيرات اللي حصلت مثلا للرقعة الزراعية. ايا كان التطبيق اللي انا عايز اعمله بيتم بعد ما يتم عملية تحليل صور الاقمار الصناعية. نبدأ بعد كده نتكلم عن ايه هي انواع السنسورز. اولا كده احنا قلنا ان عشان تتم عملية الاشعار عن بعد لازم يكون عندي مصدر للطاقة، واشعاعات الشمس اول ما بتسقط على الارض وتنعكس على القمر الصناعي او على السنسور اللي موجود في القمر الصناعي بنبدأ ان احنا ناخد قراياتنا. في الحالة دي بيتسمى باسيف سنسور، يعني السنسور بيستخدم الطاقة اللي جاية من الشمس عشان يجمع الاشعاعات المنعكسة. لكن في نوع تاني اسمه اكتيف سنسور، النوع ده ما بيحتاجش ان هو يستخدم الطاقة او الاشعاعات اللي جاية من الشمس، هو من جواه بيبعت هو الاشعاعات ويبدأ ان هو يستقبلها تاني، زي مثلا الرادار. هنيجي دلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الالكترومagnetic سبيكترم او الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف الكهرومغناطيسي ده بيتكون من مجموعة من الأطوال الموجية، بتلاقيه بيتقسم لمجموعة من نطاقات الطاقة على حسب الطول الموجي. يعني هتلاقي جواه الراديو ويفز، هتلاقي جواه المايكروويفز، هتلاقي جواه الأشعة تحت الحمراء الانفراريد، الأشعة فوق البنفسجية الالترا فايلوت، هتلاقي جواه الضوء المرئي اللي جواه كل الألوان، هتلاقي جواه الاكس راي، وهتلاقي جواه الجاما ويفز. المستشعر بقى اللي موجود في القمر الصناعي بيقدر ان هو يحدد ويقيس ويسجل الالكترومagnetic سبيكترم ده، ويبدا ان هو يعمل بروسيسنج للداتا ويحولها لحد صور اللي احنا بنسميها البندات. وطبعا طالما الفكره الاساسيه للاشعار عن بعد هو ان انا بقيس الاشعاعات المنعكسه، فهلاقي طبعا الصور اللي ناتجه فيها اماكن ساطعه واماكن غامقه. طبعا الاماكن اللي حصل لها سطوع دي هي الاماكن اللي حصل فيها انعكاس شديد للالكترومagnetic سبيكترم، لكن الاماكن اللي بتبان غامقه دي هي الاماكن اللي حصل فيها امتصاص للاشعاعات. لو جينا بقى نتكلم عن الالكترومagnetic سبيكترم كده بالتفصيل واحده واحده كده، هنبدا بجزء الفيزيبل لايت او الضوء المرئي، وده الجزء من الالكترومagnetic سبيكترم اللي احنا بنقدر نشوفه بعينينا. النطاق بتاع الضوء المرئي ده بيتميز ان هو بيكون موجود جواه كل الالوان، وبيبدأ تقريبا من 400 لحد 700. الصور اللي بتتاخد في النطاق ده بتكون ظاهرة بالالوان الطبيعية. يعني ايه بالالوان الطبيعية؟ يعني زي ما انت شايف الحاجة في الطبيعة هتبان لك في الصورة. يعني البحر الازرق هيبان لك في الصورة بحر ازرق، الزرع الاخضر هيبان لك في الصورة زرع اخضر، الرملة الصفراء هتبان لك في الصورة رملة صفراء. النطاق اللي بعده هو نطاق الانفراريد او الاشعة تحت الحمراء، وده تقريبا اهم نطاق تقريبا في شغل الريموت سنسنج. نبدأ بالنير انفراريد. اول جزء من الانفراريد بنسميه نير انفراريد او NIR. النطاق ده مثلا بيستخدم في الزراعة لان الزراعة تبقى واضحة جدا فيه، لكن مثلا بيحصل له امتصاص في الميه مثلا، فبتلاقي دايما في الصور اللي في نطاق NIR بتلاقي دايما الميه لونها غامق. النطاق اللي بعده هو الشورت ويف انفراريد او السوير SWIR، وده تقريبا النطاق الاساسي في الاستخدام في شغل الجيولوجيا وشغل المعادن. دايما اي شغل مرتبط بمعادن او خامات دايما بنستخدم فيه السوير. النطاق اللي بعده ده نطاق السيرمال، وده بيستخدم لو انت بتعمل مراقبة مثلا لجيوثيرمال اكتيفيتي مثلا. في النهاية بقى كل جزء من الالكترومagnetic سبيكترم ده بيتحط جوا بند لوحده. يعني مثلا هنلاقي بند جواها NIR، وهنلاقي بند تانية جواها السوير، وهنلاقي بند تانية جواها السيرمال، وهكذا. فكل جزء من الالكترومagnetic سبيكترم ده هتلاقيه جوا بند لوحده.
وطول ما القمر الصناعي بقى بياخد قراياته وبيسجل البيانات بتاعته، تبدأ الداتا تتقسم جوه بندات، تبقى بند 1، بند 2، بند 3، بند 4، وهكذا. يعني مثلا لو بدأنا بالأشهر اللي هو اللاندسات، ادي مثلا الأطوال الموجية للإلكترومagnetic سبيكترم، وادي البندات بتاعة القمر الصناعي بتاعة اللاندسات. تمام. لو جينا بصينا مثلا في الجزء بتاع الفيزيبل، لو فاكرين احنا قلنا ان هو بيبدأ ب 400 وينتهي ب 700 تقريبا، هنلاقي ان اللاندسات جواه بند 2 وبند 3 وبند 4. هنيجي بعد كده هنبص على النير او النير انفراريد، هنلاقي ان هو جواه البند الخمسة. لو بصينا على السوير او الشورت ويف انفراريد، هنلاقي ان هو جواه البند الستة والبند السبعة. اما الجزء بتاع السيرمال هنلاقي جواه البند 10 والبند 11. تعالوا بقى نتكلم عن البصمة الطيفية. احنا قلنا ان السنسور بيسجل الاشعة المنعكسة من سطح الارض، وبيسجل نسب الانعكاس بالنسبة لكل طول موجي، وبدأ يتعمل علاقة ما بين الريفلكتنس والويفلنس او نسب الانعكاس والطول الموجي، ويتحول لاشكال بيانية. ولما جم درسوا الاشكال البيانية دي، لقوا ان كل مادة على الارض ليها شكل طيفي مختلف عن المادة التانية. يعني ايه؟ يعني لو بصينا قدامنا في الرسم البياني ده، هتبص مثلا هتلاقي ان المية مثلا واخدة الشكل ده اللي هو اللون الازرق ده، مختلفة تماما عن الشكل بتاع الفيجيتيشن اللي هو الزرع. شايفين؟ ولو بصينا مثلا على الدياجرام التاني ده مثلا، هنلاقي الاختلافات واضحة جدا. يعني شايفين مثلا الزرع اللي هو اللون الاخضر اهو، شايفين مثلا الصخور، شايفين المية ده. فهنلاقي فعلا ان كل مادة بيظهر لها شكل طيفي مختلف عن المادة التانية، وده بيساعدنا في التحليل وفي ان احنا نحدد نستخدم انهي بندات او انهي اجزاء من الطول الموجي علشان ندور على المادة دي. يعني لو بصينا مثلا على الزرع اللي هو اللون الاخضر ده، هنلاقي الانعكاس عالي جدا في النير انفراريد. فاكرين احنا كنا قلنا في السلايد اللي قبل كده ان ال NIR او النير انفراريد مناسب لاستخدام مع الزرع. اهو ده السبب، ان الانعكاس عالي للزرع في نطاق النير انفراريد. ونفس الفكرة للصخور، الصخور اللي هو ده هنلاقي الانعكاس عالي في نطاق الشورت ويف انفراريد، فبالتالي بيستخدموا الشورت ويف انفراريد والنير انفراريد في الشغل بتاع الصخور، وهكذا. كل اللي فات ده بقى وصلنا ان احنا يبقى عندنا حاجة اسمها باند كومبينيشنز، ودي ببساطة ان احنا وصلنا ان بقى عندنا مالتي سبيكترال ايمجري. يعني معاك صورة ملونة، وطالما معاك صورة ملونة يعني انت معاك صورة RGB، يعني جواها التلاتة تشانلز الرئيسيين، تشانل الريد وتشانل الجرين وتشانل البلو. في الوضع العادي بيكون عندك الصورة اللي بالألوان الطبيعية اللي بنسميها الناتشرال كولر. في الصورة الناتشرال كولر دي بنلاقي ان الريد باند جوه الريد تشانل، والجرين باند جوه الجرين تشانل، والبلو باند جوه البلو تشانل. فتظهر لك الصورة بألوانها الطبيعية. يعني هتشوف المية زرقاء في الصورة، وهتشوف الزرع أخضر، وهتشوف الرملة لونها أصفر. لكن عملية الباند كومبينيشن بتقولك بقى ان انت ممكن تتغير الترتيب بتاع الباندات جوه التلاتة شانلز دول. يعني ايه الباندات اللي انت تختارها تحطها في الشانلز دول فتظهر لك الحاجة اللي انت محتاجها. يعني انت لو محتاج الصورة بالألوان الطبيعية فقلنا هتحط الريد جرين بلو. طب لو انت بقى محتاج تظهر حاجة تانية، محتاج تظهر صخور مثلا، هتخلي الصخور ألوانها مميزة، تحط ايه بقى جوه الريد، وايه جوه الجرين، وايه جوه البلو. مع الوقت بدأوا الناس يحددوا بقى ويشتغلوا ويعملوا تجارب ويأكدوها بالأعمال الحقلية لحد ما وصلوا إن بقى في شبه ثوابت معروفة. يعني بقينا عارفين لو أنت بتدور على الزراعة هتستخدم بندات إيه، لو أنت بتدور على الصخور هتستخدم بندات إيه. أدي مثلا مثال للناتشرال كلر. احنا قلنا في الناتشرال كلر بنحط الريد في الريد والجرين في الجرين والبلو في البلو، اللي هو بنسميه في اللاندسات ال4-3-2. وهتلاقي شايف الصورة عادية جدا، صورة صحراء عادي، الرمل لونها مصفر، وكل حاجة شكلها ايه طبيعي. لكن تعالى بقى ان احنا نغير الترتيب بتاع التلاتة شانل دول، بدل ما نحط الريد في الريد والجرين في الجرين والبلو في البلو، نغير الترتيب. هيحصل ايه؟ فنتحول
يبقى الصورة بشكل مختلف تماما وبألوان مختلفة. يعني في الصورة دي مثلا حطينا البند 7 والبند 5 والبند 3، أو البند 7 وبند 6 وبند 2 في مكان الريد والجرين والبلو، فظهر لي الصورة بقى ألوانها مختلفة تماما عن الطبيعي. ده مش بس كده، ده بقى فيه تمييز واضح ما بين الصخور. يعني الصخور اللي كانت هنا ألوانها تقريبا زي بعضها، لقينا إن هي في اختلاف واضح في ألوان الصخور. تعالوا نبص كده أهو، شايفين؟ يعني مثلا شايفين الجزء ده هنا، عندي هنا الجزء ده تقريبا لون واحد. بصوا هنا في كام لون، أحمر، أزرق، جزء مخضر شوية، جزء محمر أكتر. فده معناه إن كل لون من دول نوع صخر مختلف، وده يفيدني جدا في شغل الجيولوجيا. يعني أنا لو عايز أرسم خريطة جيولوجية، فالصورة لوحدها قدرت تفرق لي ما بين الصخور بشكل واضح. يعني أدي ده لوحده، أدي صخر أهو، وأدي فيه نوع تاني أهو، وأدي فيه نوع تالت أهو، وأدي فيه نوع رابع أهو. فبالتالي ساعدتني جدا إن أنا أقدر أرسم خريطة جيولوجية. لو جينا بصينا مثلا في نوع تاني مثلا اللي هو ترتيب 6-5-2 اللي بيستخدم في الزراعة، والترتيب ده دايما بيستخدم في مراقبة الزراعات. يعني المناطق اللي ظاهرة بلون أخضر فاتح دي معناها إن دي مناطق زراعية شغالة. لكن الأماكن التانية دي كلها ما فيهاش زراعة، أو ما فيهاش زراعة بكثافة زي اللي مديالي الألوان الخضرا دي. نيجي بقى للباند ريشيو. الباند ريشيو جاية من فكرة اللي هو استخدام الباندات، بس بدل ما انا بحط الباندات في الثلاثة شانلز الريد والجرين والبلو، لا، ده انا بستخدم الباندات كأنها عمليات حسابية. يعني اخد بند اقسمها على بند، اخد بند اجمعها على بند. اقول مثلا هجمع البند 4 على البند 2، اقول مثلا انا هاخد البند 7 اجمعها على البند 2، ويطلع لي في الاخر صورة جديدة جواها التارجت اللي انا عايزه. في اللاند سات لما تيجي تقسم البند 4 على البند 2، البند ريشيو دي بتظهر لك الأماكن اللي فيها تواجدات للحديد، وبتظهر لي الصورة اللي ناتجة عن البند ريشيو بشكل كده أبيض وأسود كده، أو الجراي سكيل كده. بس طبعا زي ما احنا اتكلمنا إن فكرة الإشارة عن بعد قايمة على قياس الأشعة المنعكسة. فطبعا الأماكن اللي بيبقى فيه برايتنس عالي كده أو سطوع عالي، هي دي الأماكن المحتملة لتواجد الحاجة اللي أنا بدور عليها. يعني انا مثلا بدور على الحديد مثلا، فكل ما الاماكن مثلا كان سطوحها عالي، كل ما كان في امكانيه لتواجد الحديد. عكس الاماكن مثلا اللي بتديني غمقان، دي تبقى اماكن احتماليه اقل في تواجد الحديد بالنسبه للبند ريشيو مثلا 4/2. طبعا الحاجات دي كلها احنا هنطبقها جوه البرنامج، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه ازاي نوصل للمراحل دي. برضو من الحاجات اللي محتاجين نتكلم عنها هو ايه هي اصلا انواع صور الاقمار الصناعيه. اول نوع واحنا اتكلمنا عنه هو الترو كولر ايمج. الترو كولر ايمج ده يعني صورة بتتكون من 3 بند اللي هي الريد والجرين والبلو او الار جي بي. والصورة دي زي ما احنا قلنا بتظهر لي بالالوان الطبيعية، يعني انت زي ما بتشوف في الطبيعة بتلاقيه ظاهر قدامك في الصورة. النوع التاني نوع اسمه البان كروماتيك ايمج او الصورة البان كروماتيك. الصورة دي دايما بتبقى جري سكيل، يعني بتتكون من بند واحد بس، مش بالتي سبكترال زي الترو كولر ايمج اللي هو جواها ار جي بي. لا، دي بتبقى بند واحد بس، وبتتكون من لونين، الابيض والاسود. تالت نوع، وده النوع اللي بينتج بقى بعد ما بتعمل عمليات الاستشارة عن بعد، بيظهر لي نوع جديد من الصور اسمه الفولس كولر ايمج. ودي صورة طالعة بألوان غير حقيقية. تعالوا نتكلم بقى عن لما بننزل صورة القمر الصناعي ايه اللي بينزل لنا مع صورة القمر الصناعي. اول ما بنزل الملف بتاع الصورة بيجيلي بالمنظر ده، مجموعة من الصور بصيغة الجيوتيف، وبيبقى عندي ملفات بصيغة التكست اللي هو ملف ال MTL او بنسميه الميتا داتا. الصور دي بنسميها بندات او بندس، ودي مجموعة من الصور بصيغة الجيوتيف. الميتا داتا ده بقى ملف جواه تقريبا كل التفاصيل عن الصور اللي اتصورت، كل تفاصيل المستشعر موجودة جواه. يعني هتلاقي جواه التاريخ والوقت والمكان اللي اتخذت فيه الصورة. هتلاقي جواه كل السبيسيفيكيشن بتاعت السنسور زي السباشيال ريزوليوشن، السبكترال ريزوليوشن، الراديومتريك والتمبرال ريزوليوشن، وهنتكلم عنهم بالتفصيل.
هتلاقي جواه نوع الكوردينيت سيستم اللي الصورة متاخدة بيه، وهتلاقي جواه البروسيسنج اللي موجود جوه الصورة الليفل بتاعه قد ايه، وهنتكلم برضو عن الموضوع ده. حتى الاكيورسي بتاعت الداتا ونسبة الكلاود اللي موجودة او نسبة السحاب اللي موجودة، كل ده هتلاقيه موجود جوه ملف الميتا داتا. تعالوا بقى نتكلم عن الايمج ريزوليوشن او الاربع انواع من الريزوليوشن اللي بيبقوا موجودين جوه الميتا داتا واللي بيوصفوا السنسور. اول حاجه السباشال ريزوليوشن. السباشال ريزوليوشن ده يعني ببساطه جوده الصوره. عارفين انت لما يبقى قدامكم صوره حلوه وصوره مبكسله، بتقول ان الصوره المبكسله دي صوره مش واضحه. اهو كل ده مفهوم السباشال ريزوليوشن. الصور بتتكون من بكسلات، وكل بكسل عباره عن مربع. المربع ده جواه ديجيتال نمبر، جواه بيانات متخزنه في البكسل اسمها ديجيتال نمبر. بالنسبه بقى للسبيشال ريزوليوشن، البكسل ده او المربع ده السايز بتاعه بيعتمد على الاكس والواي. يعني هو المربع ده مغطي في الطبيعه منطقه عرضها قد ايه وطولها قد ايه. يعني ايه؟ يعني شايفين مثلا المربع ده، مثلا شايفين الصوره دي، مثلا في الصوره دي كل مربع من البكسلات دي مغطي 80 متر في 80 متر. يعني هو جواه من الطبيعة 80 متر في 80 متر. طبعا ريزوليوشن مش عالي، فالطبيعي انت لما زومت عليه الصورة بدأت ايه؟ مبكسلة، مربعات، مش واضح الداتا اللي فيها ايه، مش واضح الصورة من نفسها مش ظاهرة. لكن لما زودت الريزوليوشن وخليت ان بدل البكسل ما جواه 80 في 80 لا خليته 40 متر في 40 متر، بدأت المربعات او البكسلات تزيد لي في نفس الاريا، لكن برضو الصورة ما وضحتش. لكن لما خليتها 20 متر في 20 متر بدأ المربعات تزيد جدا، بس برضو تفاصيل الصورة ما ظهرتش. بصوا بقى، اول ما بدأت اوصل ل 10 متر في 10 متر بدأ في تفاصيل تظهر. يعني تقريبا ادي في حاجة اهو تقريبا شكلها واضح، دي تقريبا بيوت مثلا او حاجات زي كده، ده تقريبا شارع مثلا او طريق. شوف بدأ في ملامح تظهر للموضوع. لما بقت 5 متر في 5 متر الصورة وضحت، ادي شجرة اهو، ادي بيوت اهي، وهي طريق اهو. بص لما بقت 2 متر في 2 متر بقى معايا صورة انا واضحة جدا وكل حاجة واضحة فيها. لما بقت 1 في 1 الصورة وضحت اكتر، نقاء الصورة والشاربنس بتاعها كده بقى عالي. لكن بقى لما بقت نص متر في نص متر، يعني البكسل الواحد جواه من الصورة الطبيعية نص متر في نص متر، شوف بقت الصورة واضحة ازاي. النوع التاني وده اسمه الراديومتريك ريزوليوشن. ده ببساطة بيوصف السنسيتيفيتي او الحساسية بتاعة المستشعر. يعني المستشعر مخزن داتا قد ايه، قدرته على تخزين الداتا، قدرته على تخزين الداتا جوه البندات المختلفة، فبنسميها السنسيتيفيتي او الحساسية بتاعة المستشعر. لو جينا بصينا مثلا نقرب المفهوم، يعني لو المستشعر الحساسية بتاعته مثلا 1 بت، هيبقى عنده القدرة على ان هو يميز ما بين اللون الاسود واللون الابيض. لكن لو الحساسية بتاعته زادت وبقت 2 بت، هتلاقي ان هو يقدر يميز ما بين الاسود والابيض والرماد الغامق والرماد الفاتح، يعني بقى معاه 4 الوان. طب لو بقت الحساسية بتاعته 3 بت، بصوا بقى كمية الالوان زاد، بقى يقدر يميز 8 الوان. لكن لو وصلنا لل8 بت بقى عندي جريدينت. يعني ايه؟ يعني يقدر يميز الابيض والاسود وكل الالوان المحتمله ما بينهم. هو ده الراديومتريك ريزوليوشن او حساسيه السنسور. تالت نوع هو السبكترال ريزوليوشن، وده ببساطه السنسور بيخزن بندات قد ايه. عدد البندات يعني اللي جوه السنسور. يعني لو السنسور مالتي سبكترال ده معناه ان هو يقدر يخزن بندات من 3 لحد 10 بندات، وممكن توصل ل 14 بند زي الاستر مثلا. لكن لو السنسور هايبر سبكترال ده معناه ان هو يقدر يخزن مئات البندات. وطبعا كل ما السنسور بيخزن بندات اعلى كل ما ده معناه ان هو بيجمع داتا اكتر، كل ده ما يفيدك اكتر في الشغل التحليل بتاعك. لكن طبعا اغلب الاستخدامات بيبقى المالتي سبكترال لان ده المجاني، لكن الهايبر سبكترال ده بيبقى دايما بفلوس. رابع نوع هو التمبرال ريزوليوشن، وده ببساطة بيتكلم عن ان الصورة متاخدة امتى
وان القمر الصناعي بياخد الصورة كل قد ايه، يعني اللفة بتاعته دي بيكملها كل قد ايه عشان يرجع ياخد نفس الصورة لنفس المكان. اخر حاجة هنتكلم عليها هي فكرة الايمج كوركشنز. وانت بتنزل كده صور الأقمار الصناعية هتلاقي دايما ان صورة القمر الصناعي موجود جواها L1 او L2. يعني لو جينا رجعنا مثلا للملف اللي احنا نزلناه، بصوا كده جنب الاسم اسمها اهو LC08. LC08 دي معناها ان ده قمر لاندسات 8. بصوا بعديه بقى ايه؟ L1. انت بقى هتلاقي الصورة يا اما L1 يا اما L2 يا اما L3. ايه هو بقى L1 و L2 و L3؟ دي درجة الكوركشن اللي الصورة اتعالجت بيها، يعني حصل ايه عمليات معالجة للصورة دي. فهم مقسمينها لاربع ليفلات: ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3 وليفل 4. بس قبل ما نتكلم عن الاربع ليفلات دول، احنا اصلا بنعمل ليه كوركشن للصورة؟ بنعمل للصورة كوركشن عشان والصورة بتتاخد في حاجات ممكن تؤثر على جودة الصورة. زي ايه الحاجات دي؟ اول حاجة مثلا حاجة اسمها الراديومتريك كوركشن. الراديومتريك كوركشن دي بتتكلم على حساسية السنسور. احنا زي ما قلنا ان السنسور ليه معدل حساسية، وطبعا مع الوقت بيبدأ ان السنسور ده حساسيته تقل، جودته تقل، فيبدأ طبعا ده يؤثر على الصور او السيبال والراديشنز. فبالتالي احنا بنعمل عمليات راديومتريك كوركشن عشان نتلافى الاخطاء اللي ممكن تكون حصلت بسبب حساسية السنسور. النوع التاني هو الجيومتريك كوركشن، ودي كوركشنز بتحصل بسبب ان في جيومتريك ديستورشنز بتحصل بسبب مثلا حركة القمر الصناعي والدوران بتاع الارض اثناء ما الصورة بتتاخد. ان مثلا والصورة بتتاخد كان في جبال فارتفاعاتها عالية، في منخفضات فارتفاعاتها قليلة، فبالتالي الصورة بيبقى ارتفاعاتها مختلفة. النوع الثالث هو الاتموسفيريك كوركشن، وده بسبب ان زي ما احنا قلنا ان الاشعاعات وهي جايه من الشمس بتوصل للارض فبتعلي على الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي اما بيمتص اما بيشتت جزء من الاشعاعات اللي جايه له. فالحاجات دي بتعمل اخطاء في قرايه البيانات اللي المستشعر بيسجلها، فبالتالي انت بتعمل انواع الكوركشن دول عشان تتلافى اي نوع من انواع الاخطاء اللي ممكن يكون حصل بسبب الحاجات اللي زي كده. وده وصلنا بقى للليفلز بتاع البروسيسنج او الليفلز بتاع الكوركشن بتوع الصوره. اول نوع ده اسمه الليفل 0. الليفل 0 ده معناه الرو داتا، يعني دي الصوره زي ما خدها المستشعر. يعني ايه؟ يعني الديجيتال نمبرز اللي موجوده جوه البكسلات هي زي ما هي من غير ما يتعمل لها اي نوع من انواع الكوركشن او اي نوع من انواع التعديل. طبعا دي نادره ما بتستخدم، لان انت محتاجه بروسيسنج كتير، فطبعا مرهقه في الشغل. النوع الثاني اللي هو الليفل 1، وده بيبقى جواه بيزك كوركشنز، يعني مثلا اتعمل له الراديومتريك مثلا واتعمل له الجيومتريك، فبقى جاهز انك تستخدمه بعد عمليات الراديومتريك والجيومتريك. الليفل الثاني ده اتعمل له كوركشن اكتر من الليفل الاولاني، يعني مثلا اتعمل له راديومتريك واتعمل له جيومتريك، وممكن كمان يكون اتعمل له اتموسفيريك. وده الليفل 2 ده افضل حاجه ممكن تستخدمها في الشغل بتاعك. الليفل 3 والليفل 4 طبعا دول اتعمل لهم عمليات اكتر، لكن للاسف دول غالبا ما بيبقوش مجاني. دايما بتلاقيه مجاني هو ليفل 1 وليفل 2، لكن ليفل 3 وليفل 4 دول ما بيبقوش موجودين مجاني، فالاعتماد عليهم ما بيبقاش قوي زي الليفل 1 والليفل 2. وكده يبقى احنا اتكلمنا عن اساسيات الاشاره عن بعد، ويبقى عندنا المفاهيم الاساسيه او المعلومات الاساسيه اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نستخدم تقنيات الاشاره عن بعد. ومن الحلقات الجايه ان شاء الله هنبدا ان احنا بقى نعمل الجزء العملي، ونبدا ان احنا نعمل الخطوات اللي احنا قلناها دي كلها، ونبدا ان احنا نوصل للنتائج اللي احنا اتكلمنا عنها دي باستخدام برنامج الكيو جي اس. واتمنى ان الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك وشير، ولو في اي استفسارات او اي اسئله انا برضو بحط لكم اكونت الفيس او اكونت اللينكد، لو عايزين اي تواصل تواصلوا معايا على الفيس واللينكد. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا الجزء العملي على برنامج الكيو جي اس. والى اللقاء.